باقي اقل من ساعه على الفطار وبقلب في التلاجة فلقيت فيها كيس مكرونه وربع كيلو من صدور الفراخ. فيلا بينا نشوف هنفتكس وهنعمل ايه. فاول حاجه هنقوم متبلين صدور الفراخ بتاعتنا بعد ما نكون قطعناها بملح وفلفل اسود وشويه بابريكا وشويه من توابل الشرق الاقصى، وننزل عليهم بشويه خل ونمكس كل حاجه مع بعض. ولو انت عندك وقت ممكن تسيبهم ساعتين. هنقوم مقطعين شويه بصل على فص توم، وفي اي طاسه عندنا هننزل بمكعب زبده ونقوم محمرين التوم والبصل بتاعنا، وننزل بالفراخ ونديلهم تقلبتين ثلاثه، وننزل عليهم بكوبايه من الكريمه، عليهم 3 معالق من الصلصه. وطبعا بما اننا عملنا مكرونه مش هنقدر نستغنى عن معلقتين الجبنه الكريمي، نقوم مخففينها بشويه لبن مع مكعب مرقه، وننزل بتوابل الشرق الاقصى مع رشه زعتر، ونقوم سايبينها 5 دقايق على النار هاديه لحد ما تتسبك معانا. نقوم سارقين المكرونه بتاعتنا 10 دقايق في ميه وملح، ونقوم صفينها ونازلين بيها على الخلطه بتاعتنا، ونقلب كل حاجه مع بعض. وفي الاخر مع رشه جبنه الموتزاريلا، ونقوم مغطينها على نار هاديه جدا لمده 10 دقايق لحد ما الجبنه تسيح. ولما كل حاجه تسيح مع بعض هنقوم نازلين بشويه بقدونس. واللي يعرف اسم الوصفه دي يكتب لي تحت في الكومنتات، هي اسمها جيجي حاجه، واكتبوا لي تحت برده فطاركم ايه النهارده. وزي ما قلت لكم والله انا كنت بصور الفيديو وانا صايم، انا ما صورتوش امبارح وانا فاطر، لا كنت بصوره وانا صايم وبس كده. واكتبوا لي تحت في الكومنتات